أهلا بكم يا أبطال في فيديو جديد من سلسلة تعلم العربي بسهولة من قناتكم برضو اتعلم العربي بسهولة. النهاردة هناخد حاجة اسمها الهمزة المتوسطة. يعني إيه يا أستاذ الهمزة المتوسطة؟ يعني همزة بتيجي في نص الكلمة. فين؟ في نص الكلمة. الهمزة المتوسطة دي علشان أكتبها صح لازم يكون فاهم القاعدة بتاعتها. القاعدة بتاعتها اللي هي ايه؟ ان انا ببص على حركة الهمزة نفسها وحركة الحرف اللي قبلها. يعني ببص على حركتين، حركة الهمزة نفسها وحركة الحرف اللي قبلها، وبكتب الهمزة على حرف مناسب للحركة الأقوى. وبكتب بسرعة كده، وبكتب الهمزة على حرف مناسب للحركة الأقوى. يعني أنا بعمل مقارنة بين حركتين، حركة الهمزة وحركة اللي قبلها. لو أقوى الحركات الضمة، لو أقوى الحركات الضمة بكتبها على واو. لو أقوى الحركات الكسرة بكتبها على ياء. لو أقوى الحركات الفتحة بكتبها على ألف. طيب لو ما فيش أقوى بقى هيكون في سكون، بكتبها على إيه؟ بكتبها على السطر. والسكون اللي هو الحرف اللي عليه ساكن أو حرف مد. طبعا علشان أكون فاهم الحركات الأقوى والحركات الضعيفة، أقوى الحركات الكسرة اللي هي رقم واحد التوب، بعد كده الضمة رقم اتنين، بعد كده الفتحة رقم ثلاثة، هي رقم ثلاثة. أضعف حركة اللي هي إيه؟ السكون اللي هي رقم أربعة. اكتبوا لي في التعليقات كلمة فيها همزة متوسطة، وأنا هرد عليكم وأقول لكم صح ولا غلط. ما تنسوش الشير واللايك والكومنت، وطبعا الاشتراك في القناة علشان تكبر بيكم. مع السلامة.